السلام عليكم. مونديال قطر كان واحد من أنجح المونديالات على جميع الأصعدة، وعشنا معاه لحظات ما كتنساش سواء على رقعة الملاعب ولا خارج الملاعب، واستطاعت تغلب على كاع العراقيل والمشاكل اللي واجهتها واللي هضرنا عليها في هذا الفيديو. كيف ما استطاعت تحطم أرقام قياسية بحضور جماهيري فاق 88 ألف متفرج في المباراة النهائية، وأزيد من 3 مليون مشجع خلال المونديال كامل. هذا الشيء كامل تعتبر مجرد تحدي صغير ونجحت فيه قطر بامتياز، والتحدي الحقيقي هو كيفاش غتعامل قطر مع هذه البنية التحتية وشنو غدير بدوك الملاعب الضخمة من بعد مثلا المونديال. هادشي اللي غنكتشفو في هذا الفيديو. كيف كنعرفوا جميع، قطر خسرت ازيد من 200 مليار ديال الدولار باش توجد بنيه تحتيه من الصفر اللي تليق بمونديال تاريخي كي بحال هذا. ولا جينا نديروا مقارنه خفيفه بين داكشي اللي خسرت قطر وداكشي اللي خسرت الدول المنظمه في النسخ السابقه، غنلقاو فرق خيالي في الارقام. روسيا كمثال خسرت فقط 16 مليار دولار، والبرازيل حوالي 20 مليار دولار فقط. ورغم ذلك هاد الارقام راه ما سهلاش تخسرها اي دوله على تظاهره كتسالي في اقل من شهر. داكشي علاش هاد الدول كتحاول تركز على البنيه التحتيه ديالها وتوضع مخططات باش تستافد من هاد الفلوس اللي خسرات وتحيي البلاد ديالها اقتصاديا. للاسف اغلب الدول اللي نظمت عندها كاس العالم فشلات في هاد النقطه بالضبط، وهذا الشيء اللي كتحاول قطر تفاداه اليوم. مثلا في مونديال روسيا 2018 روسيا بنات تقريبا 9 ديال الملاعب من الصفر، وثلاثه اخرين كانوا ديجا واجدين، فقط عدلوا عليهم يا اما زادوا لهم المدرجات ولا شي لعبه. هاد العمليه كلفاتهم نصيب كبير من الميزانيه اللي كانوا حاطين اللي هي 16 مليار دولار، يعني ما بقاوش لهم فلوس كثيره للبنيه التحتيه ولا الاستثمار اللي غترجع لهم بعائدات افضل. داكشي علاش غيقرروا يكريو هاد الملاعب من بعد المونديال للفرق المحليه ديالهم، والفراقي غيخلصوا الدوله ومصاريف الصيانه من العائدات للجمهور، يعني من التذاكر اللي كيبيعوا. لكن للاسف هاد الاستراتيجيه فشلت فشل ذريع، حيت الفرق ديالهم ما كيبيعوش حتى النصف ديال التذاكر، حيت ماشي كاع الفراقي عندهم نفس القاعده الجماهيريه. زائد الملاعب ضخمه بزاف، مستحيل يعمروا بالجمهور كل اسبوع. ولا عندهم مشكل كبير، منين غيدبروا على فلوس ديال الصيانه ديال الملاعب؟ عندهم حل واحد، هو الدوله تكلف بهم فلوس الضرائب، يعني من جيوب الناس. ولاو عوض ما يربحوا من ديك 16 مليار دولار اللي استثمروا تلقاو راسهم غا كيصرفوا بلا حتى منفعه وحتى هدف. تخيلوا معايا عام فقط من بعد مثلا المونديال ملعب كالينينغراد بدا تيريب بوحدو حيت مبني فوق الواد، وكلفهم اكثر من مليون دولار باش يعتقوه ما يريبش. ومن وجهة نظر اقتصادية كان ارحم بالنسبة لهم يخليوه يريب ويتهنوا منه ومن مصاريفه على انهم يعاودوا يصلحوه. ومن اصل 9 من دوك الملاعب الجديدة فقط ملعب واحد اللي نجحوا يستثمروا فيه هو كازان ارينا، حيت يتقاموا فيه الماتشات الفريق المحلي والسهرات، وفي نفس الوقت ولا معرض للسيارات ومعرض الموضة، وحلقوا عليه بشويه ديال الريستورات والوطيلات، وتروجات القضيه ولا مربح بالنسبه لهم. نفس القصه وقعت في البرازيل في 2014، 20 مليار دولار مشات في الخوى الخاوي. حتى هما خدموا بنفس الاستراتيجيه، حيت بداو تيكريو دوك الملاعب الفرق المحليه ديالهم. وحنا كنعرفوا الجمهور البرازيلي والشغف ديالو بكره القدم، ما يمكنش ما يعمروش تيراناتهم وما يساندوش فراقيهم كل اسبوع، ماشي كبحال الرواسه. ولكن رغم ذلك الملاعب كانت ضخمه بزاف ومستحيل تعمر، وبالتالي الفرق ما غتقدرش تخلص مصاريف الكراء والصيانه، خصوصا بعد المدن اللي كانوا فيها هاد الملاعب كانت الفرق المحليه ديالها ضعيفه بزاف. هاد الشيء خلى الدوله ترد ملعب استاديو ناسيونال ملجأ للحافلات من بعد ما ولا مهجور. وفي نفس الوقت ملعب داس دوناس تحول لقاعة افراح تنظموا فيها العراسات واعياد الميلاد ديال الاطفال باش يدخلوا به شويه د الفلوس. وهاد الملاعب كاينين فيهم اللي استضاف فقط 4 ديال الماتشات في المونديال، يعني 6 د السوايع كرة القدم. تخيلوا معايا تبني 4 د الملاعب بمواصفات عالميه على ود 6 د السوايع كرة القدم، وبقاو واحلين هاد الملاعب في راس الدوله ليومنا هذا ومازال كيستنزفوا في الميزانيه ديالها. وهذا الشيء بطبيعه الحال مرض المواطنين البرازيليين اللي اصلا الوضعيه الاجتماعيه عندهم هشيشه ومتدهوره بزاف. والصحافه البرازيليه هضرات بزاف في هذا الموضوع، وابرزهم الصحفي خوزي كروز
اللي قال ما كنشوف حتى شي إرث للبرازيل من تنظيم هذا المونديال من غير الكريديات اللي خديناها. نفس الفيلم وقع لجنوب إفريقيا اللي حولات بعض الملاعب ديالها لأنشطة ترفيهية للسياح كيبحال القفز من المرتفعات. وبدات الحكومة تتفكر أنها تريب بعض الملاعب اللي تخسرت عليها فلوس صحيحة. وهذا الشيء بالضبط هو اللي كان أكبر تحدي لقطر، خاسرة 220 مليار دولار في هذا الاستثمار. غتضيع فيها حتى هي زعما؟ من خلال التجارب اللي شفنا قطر تتبان كي بحال دخلت في استثمار خاسر وانتحار، خصوصا إلا خدينا بعين الاعتبار أن دولة قطر واحد الدولة صغيرة بزاف فيها تقريبا واحد 400 ألف مواطن قطري. كنهضروا على القطريين الأصليين ماشي السكان بصفة عامة. والملاعب اللي بناو عندها قدرة استيعابية ديال 420 ألف مقعد. تخيل معايا المقاعد ديال الملاعب أكثر من المواطنين القطريين الأصليين. بينما روسيا عندها 140 مليون ديال الناس والبرازيل 220 مليون. إلا كانت هاد الدول ما قدرتش تعمر الملاعب ديالها من بعد المونديال، كيفاش غدير ليها قطر؟ هاد الشيء فكروا فيه مزيان القطريين واستفدوا من الأخطاء ديال الدول اللي سبقوهم وحطوا خطة لإعادة استعمال هاد الملاعب مباشرة بعد نهاية المونديال. كمثال أكبر جوج الملاعب عندهم اللي هما ملعب لوسيل والبيت غيتحولوا لبنايات عصرية بأحدث المواصفات ومتعددة الاستعمالات، بحيث غيحيدوا المدرجات وغيحولوهم لمحلات تجارية ومقاهي ومدرسة ومصحة وحتى بارطمات سكنية. هادشي غيتبنى غير في بلاصة المدرجات، أما رقعة الملعب غتبقى كيف ما هي. بقاو يستضيفوا فيها الأنشطة كبحال المهرجانات، وعلاش لا حتى الماتشات كرة القدم نيت، يعني غتكون شي حاجة خيالية. وبهاد الملاعب الأخرى كبحال ملعب التمامة وملعب الجنوب غيبقاو ملاعب كرة القدم، حيت أصلا كانوا ملاعب ديال الفرق القطرية. غيحيدوا فقط المدرجات اللي كانوا مؤقتين وقابلين للتفكيك وغيتبرعوا بهم لدول أخرى، يعني غيرجعوا الملاعب كيف كانوا في الأول. وفي الأخير ملعب 974 الشهير واللي كان ابتكار ماشي عبثي وكيستاهل التصفيق، واللي تبنى كله غير بالحاويات، قابل للتفكيك وإعادة البناء والنقل لأي بلاصة أخرى. وممكن نشوفوا هذا الابتكار مستقبلا في المونديالات الجاية، غيحل كاع المشاكل اللي وقعوا فيه الدول قبل قطر. هادشي كامل ومازال قدامهم تنظيم كأس آسيا للشباب في 2024 ودورة الألعاب الآسيوية في 2030 وعينيهم على تنظيم أولمبياد 2036 تحت شعار قطر 2022 والو ما يضيع. نتمنى تكونوا تبعتوا معايا الفيديو حتى للآخر، وما تنسوش تدعموني بواحد اللايك والسبسكرايب إذا عجبكم المحتوى اللي كنقدم، وخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق على هذا الموضوع. شنو بان لكم؟ قطر قادة توفي بالوعود ديالها أنها تعاود تستعمل هذه الملاعب في حوايج أخرين ولا لا؟ كان معكم السالب، تهلاو.